يا مسا الحب على أحلى جمهور في الدنيا كلها. وحشتوني جدا جدا من آخر قصة شفتوها وسمعتوها عندي هنا في القناة. وقبل ما نبدأ حابة أفكركم باللايك والاشتراك علشان كل ما أنزل قصة حلوة من اللي قلبكم بيحبها يجيلكم إشعار بيها على طول. ولأن انتم واثقين فيا وعارفين إن القصة بتاعتي بتوديكم في حتة تانية خالص وبتاخدكم لعالم تاني. يلا بقى نسمي الله ونبدأ حكايتنا. بحبكم قد كده. في عز سواد الليل الكالح والدنيا ضلمة من كل مكان. الدنيا كانت بمعنى أصح هس هس. كان ماشي بنتين في شارع من شوارع الصعيد، بنتين لحد يعرف لهم أصل من فصل. كانوا لابسين شيك جدا وعلى الموضة كمان، وطبعا ده غير عوايدهم، عوايد البلد اللي هما ماشيين فيها. في اللحظة دي رهف كلمت نور وقالت لها: مبسوطة يا أبلة نور؟ أدي آخرة شورتك وأفكارك المهببة. انتي شايفة الجو من حوالينا عامل ازاي؟ بقولك ايه يا رهف، وطي صوتك، انا خايفة قوي. انا افكاري مهببة ومزفتة كمان ب60 نيلة. انا مرعوبة مرعوبة. يلا نمشي من هنا. نمشي ده ايه؟ احنا لازم نكمل اللي احنا فكرنا فيه والموضوع يخلص. بقولك ايه، ان كنت هتخافي يلا انت على مصر وخلينا انا هنا. انت هتعملي فيها قلب الاسد. الله يخرب بيتك، ما انا عشان كده جبتك. بس انا خايفة، خايفة قوي. انت شايفة الدنيا من حوالينا عاملة ازاي؟ رهف هي كمان ركبها كانت بتخبط في بعضها، بس عمرها ما كانت تحب حد يحس ان هي خايفة او ضعيفة او منكسرة، ودايما كانت تحب تبين ان هي قوية مهما حصل. واللحظة واحدة بس وقفوا الاتنين وبصوا لبعض، وبعدها بصوا ناحية تانية، شقوا ورجعوا خطوتين لورا وهم مخضوضين. ركبهم كانت بتخبط في بعض. وده طبعا لما شافوا في الصعيد في عز سواد الليل كان صخر القناوي راكب على الخيل بتاعته بكل شموخه اللي كان بيرعب. أيوة، بيرعب كل أهل البلد منه. كان لابس عبايته السودة اللي تتناسب مع لون شعره الأسود ودقنه الكثيف ولون عيونه اللي أشبه بلون السما، واللي كان بيكلم نفسه بخنقة وبيقول: بعدها لك يا ولد الجناوي، يا ترى ايه اللي هيجرالك؟ وفجأة سمع صوت صريخ بنت جامد، ووقف الحصان بتاعه بسرعة وبص حواليه عشان يعرف الصوت ده جاي منين. واتفاجئ ببنوتة شعرها أصفر ولابسة بنطلون وتيشيرت نص وواقعة من على الحصان وماسكة رجلها وبتعيط بوجع. نزل صخر بسرعة وجري عليها بخض وقعد على ركبته في الأرض. واه، مالك كده؟ انت زينة؟ وايه اللي وجعك كده من على الحصان؟ رهف ردت عليه بس وهي بتزعق بعصبية وزهق: اوعى ايدك دي، انت هتصاحبني يا اخينا انت ولا ايه؟ ايه شغل التلزيق ده؟ وبعدين بنصحتك قوي يعني، تفتكر هكون قصدا نقع من على الحصان؟ ما تفتح مخك المقفل ده شوي. ومدت ايديها ليه بتكبر وقالت له: يلا يلا هات ايدك دي وقومني، قومني من على الارض دي. صخر في اللحظة دي بصلها بصدمة وقام من على الارض وقال لها بصوت عالي ممزوج بحدة: جرى ايه يا حرمة؟ انت ازاي تتحدثي ويايا بالاسلوب ده؟ انت ما انتش خبرة اني ابقى مين؟ رهف وهي قاعدة في الارض بدأت تبص حواليها بصدمة وقالت: يا نهارك اسود، انا حرمة؟ يخرب بيتك راجل، انت جريء قوي كده ليه؟ بقولك ايه، انزلي كده علشان ألسعك بالقلم على وشك، علشان مش عارفة اقوم اقفلك. صخر في اللحظة دي معرفش يتحكم في اعصابه وقرب منها، مسك شعرها وقال لها بعصبية وصوت عالي: عايزة تمد يدك عليا أني وتديني بالقلم على خلقتي؟ والله عال، ده انت يومك هيبقى هباب على نافوخك، انت واهلك واللي يتشدد لك. وقطع حديثهم دخول بنوتة وهي تقريبا في نفس سن رهف، لكن شعرها كان اسود ورقيقة جدا، كان اسمها نور. البنت اتكلمت وقالت: لو سمحت، انت بتكلمها كده ليه؟ هي عملت لك حاجة؟ بعد اذنك ممكن تبعد عنها؟ مش كفاية اننا تايهين؟ صخر بالفعل بعد عنها وقال بنبرة شك: تايهين؟ ليه؟ هو انتم مش من الصعيد؟ انتم مين من اساس ولا جايين لمين؟ انا ابقى رهف، اخت كريم القناوي، وباذن الله هخرب بيتك انت واللي خلفوك يا ابو دق. نور بصت لها بخوف وقالت بصوت منخفض: رهف مش كده، انت مش شايفه شكله يخوف ازاي؟ ايه الجرأة دي؟ صخر بصلها بصدمه ورد وقال: اخت مين؟ كريم الجناوي ولد عمي. انت ابن عمي؟ معقول ابن عمي انا يبقى همجي بالشكل ده؟ لا لا، كتير قوي اللي بيحصل ده، انا هبهدلك. جري، ما تلمي نفسك يا حرمة انت واكفلي خشمك ده.
بدل ما اجصهولك واريح الناس مني. لا، ده انت هبت منك قوي على الاخر وعايز اللي يفوقك. ولسه رهف هتقوم من على الارض علشان تبهدل صخر اللي كان واقف مربع ايده بيبصلها ببرود. اتكلمت وقالت: استنى انا هقوم لك. يا رجلي، الحقيني يا نور، رجلي مش قادرة ادوس عليها. صخر قعد يضحك على منظرها غصب عنه. اتكلم وقال: ايه يا جطة، ما تجربي وخدي حقك مني، ولا يا حرام ما بقيتيش قادرة تقفي على حيلك. رهف في اللحظة دي بدأت تقلد نبرة صوته اللي عرفت تجيبها بالظبط. اتكلمت وقالت: ولا ما بقيتيش قادرة تقفي على حيلك؟ ايه، انت بتتكلم ولا بترجع في وشنا؟ صخر ما قدرش يتحمل، قرب منها وبنظرات غضب وقال لها: ده انت شكلك كده مش هتجيبيها البر يا بنت عمي. وفي دوار عيلة القناوي كانت واقفة أم صخر وهي بتبخر البيت وبتقول بصوت عالي: أنا ببخر ها علشان ربنا يبعد عننا الناس اللي عينيها مدورة ومجورة. ووقفت رفعت ايديها وقالت: يا رب احمي ولدي صخر من أي حاجة عفشة، وخليه يحب بقى البت زينة بنت عمه أحسن بتفرفر من حبها فيه. وقطع كلامها كريم ابن عم صخر اللي كان لابس جلابية صعيدي وملامحه توحي بالجدية والطيابة في نفس الوقت. كان بيقولها بهزار: يا بوي عليك يا مرة عمي، هتفضلي كده طول عمرك تصحي تبخري الدار كلياته وتدعي لينا واحد واحد، مش كده؟ انصاف بصوت واطي وهي بتبص حواليها: لا يا واد، أني بدعي الكل اللي في الدوار ده ما عدا أمك، أصلها ولية سودة وعينيها محتاجة طخ. كريم وهو بيضحك وبيرد بنفس الصوت: عندك حق برضك يا مرات عمي، بس معلش خليها عليكي بقى، لما يعود صخر قوليله إنني في المكتب. ونرجع تاني لصخر. رهف كانت بصله بخوف، وخصوصا إنه كان عمال يقرب منها. إيه، انت بتقرب لي كده ليه؟ هتاكلني مثلا؟ لا، حسابي وياكي مش هيتاخد بالسهولة كده، احنا لينا قاعدة كبيرة مع بعض. لو النبي. طيب يا اخويا. وفجأة ومن غير اي مقدمات قرب من رهف، رفعها من على الارض وشالها. انت يا جحش انت، حد يشيل حد كده؟ ايه، بترفع مرتبة خالتك؟ انت بتقولي لي اني يا جحش ولا اني سمعت غلط؟ ايه، مش عاجباك؟ طب خلاص ما تزعلش، تمشي معاك طور. صقر في اللحظة دي ما استحملش، بصلها بغل وفي لحظة رماها على الأرض. اتكلمت بوجع وصدمة وقالت: يا ابن المجنونة، ده أنا هخرب بيتك وهخليك تمشي تكلم نفسك. صخر سابهم وأخد الخيل بتاعته وبدأ يمشي بعيد عنهم. نور جريت على رهف، اتكلمت وقالت: قومي بسرعة، خلينا نلحق نروح وراه قبل ما نتوه في الضلمة دي. قومي يا رهف. هقوم ازاي يا بنت الحول؟ يعني رجلي اللي كانت وجعاني دلوقتي جسمي كله متدغدغ. ربنا يهدك يا عفريت العلبة انت. بطلي بقى القرف اللي بيطلع من بقك ده وقومي اسندي عليا. وبالفعل سندتها نور وبدأوا يمشوا ورا صخر. وبعد فترة من المشي رهف اتكلمت وقالت: لا، انا تعبت بقى. بقولك ايه، قولي للزفت ده يمشي بالراحة، مش افترى، انا مش مركبة عجل في رجلي بعد الوقعة دي. بس بقى وحياة امك هيسمعنا. واسكتي انا هتكلم. يا استاذ، يا عمدة، بعد اذنك ممكن بس تسمعني؟ صخر مجرد ما سمع كلمة عمدة لف وبصلها: ايه يا ترى صاحبتك ام 44 لسان دي ما قدراش تمشي للدوار ولا ايه؟ والله انت شايف ايه يعني؟ صح يا اخي ان ربنا ما يزنع عن الحيوانات بالعقل، بس انت الظاهر انك ما كنتش موجود ساعتها. نور بالصدمة ردت عليها وقالت لها: الله يخرب بيتك، اسكتي بقى يا رهف. وبعدها بصت لصخر بخوف وقالت له: إيه، صدقني هي ما تقصدش خالص، حقك عليا انا يا عمدة. صخر كان باصص لرهف بغيظ وما كانش مصدق ثقتها في نفسها وهي بتتكلم ومش خايفة منه. بصلها بغيظ وقال لها: انت خبرة يا بنت انتي، انا ايه اللي حيشني عنيكي وما خلانيش ارجدك مكانك دلوقتي؟ رهف بصت له بطريقة وضحكت وقالت له: يمكن عشان لو مديت ايدك عليا تبقى مش راجل مثلا. نور بغل خبطتها في كتفها جامد وبرقت لها بعينيها. رهف كملت كلامها وقالت: ايه جرى ايه؟ انا قلت اقول له المعلومة يمكن تكون غايبة عنه ولا حاجة، اعمل في جميلة يعني. صخر بغل رد عليها وقال لها: لا، مش ده السبب يا عسل، السبب اني لسه ما توكدتش انك بنت عمي، اتأكد بس وساعتها بقى هيحجلي دغدغ عظمك ده وادوس على رقبتك كمان لحد ما تقولي حج برقبتي.
طيب يا عمدة، انا بتأسف لك والله بالنيابة عنها. هي دبش شوية وما تقصدش، معلش. وانا ماليش صالح تقصد ولا لا. وقرب صخر وشالها وحطها على الخيل واتحرك بيها للدوار. وفي الدوار انصاف بابتسامة: واه، انت جيت يا ولدي، اهدى، مين دول؟ وبدأت انصاف تبص على رهف ونور باستغراب. رهف بتوتر: هاي، انا رهف. ولسه هتكمل اسمها، صخر قطعها في كلامها وبسرعة كمان ورد وقال: دول ضيوف حدانا ياما. أنصاف بانبهار بتقرب من رهف قوي: ضيوف؟ يا أهلا بيهم ومرحب. بس إيه الجمر ده يا صخر؟ دي حلوة جوي جوي، كيف لقطة القشطة. انتم مين يا عرايس؟ بعدين وياك ياما، أنا قلت لك هفهمك كل حاجة بعدين. خلاص يا ولدي، هسكت ها. بس إيه الخلاجات الحلوة دي يا خرابي؟ دي مباينة كل حاجة يا بنتي. يا بوي، استري نفسك يا بنتي، جسمك باين. صخر بيبصلها وهو متعصب قوي: تستر ايه ياما؟ هي الخلاجات اللي لابساها دي تداري حاجة؟ وقلع الشال اللي كان لابسه فوق عبايته وحطه على كتف رهف اللي كانت بتبصله بقرف، بحاجب رافع وحاجب نازل. وبعدها كلمها وقال: ايوه كده كده نوعا ما، عشان ما يصحش حريمنا يبان منهم حاجة واصل، وطبعا ده مؤقتا لحد ما تتعلمي تلبسي زي الحريم حدانا. رهف بصت له بطريقة، اتكلمت وقالت: واصل؟ طب اهي يا عم الحلو. واخدت رهف الشال رمته على الارض بمنتهى البرود وقالت له: انت مش هتتحكم فيا، انا البس اللي انا عايزاه، واللي مش عاجبه بقى يبقى يشد في حواجبه لا مؤاخذة. نور بخوف: يا رهف ما يصحش كده، كفاية بقى، انت هتودينا في داهية. في الوقت ده صخر كان بيبصلها بحدة وغضب بعيون زي الصقر: يا حوستي، طب خلاص يا ولدي، سيبهم دلوكيت، دول لسه ما يعرفوش عوايدنا. صخر كان بيجس على اسنانه وبيضغط على ايده علشان يقدر يتحكم في اعصابه، لدرجة ان عروق رقبته ووشه ظهرت هي كمان، واكدت ان هو في قمة غضبه دلوقتي، وقال: انا رايح لكريم ياما المكتب. وبعد صخر عنهم، ونور اخدت نفسها بصعوبة وبصت لرهف اللي كان وشها مرسوم عليه ملامح الخضة من منظره. نور بصوت منخفض: طالما يا اختي وشك بيقلب من الخضة كده، عاملة فيها عبد موتة قدامه ليه؟ ايوه، لازم يفهم ان انا مش لقمة طرية، احنا داخلين على حرب، وخصوصا لما يعرف انا مين. اسكتي انتي بقى. وقطعت كلامهم انصاف اللي كانت بتبص الرهف بغيظ: شكلك كده عينيكي بيكحة ومش سهلة واصل يا رهف انتي. وسابتهم ومشيت. وفي مكتب كريم بعصبية أمن على مكتبه واتكلم بصوت عالي: انت بتقول ايه يا صخر؟ مين دي اللي تبقى اختي؟ انت خابر زين اني ماليش غير زينة اختي؟ البت اللي بره دي اكيد نصابة، واني هتصل حالا بالمركز يحبسوها دلوكيت. وبمجرد ما مد ايده كريم على سماعة التليفون، صخر حط ايده على التليفون بجدية ورد وقال له: لا يا كريم، مش نصابة، دي اختك من عمي الله يرحمه. انت بتقول ايه؟ وفي نفس الوقت قدام المكتب كانت واقفة رهف ونور سامعين اغلب الحوار. رهف كانت بتاكل اللبانة بطريقة مستفزة وبتطلعها من بقها وبتشد فيها بطريقة مقززة. نور طلعت منديل ومسكت منها اللبانة، اتكلمت وقالت: ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ ما تكبري بقى يا رهف، انت مش سامعة الخناقة اللي بتحصل جوه؟ انا مش فاهمة بصراحة انت عاوزة مني ايه؟ يا رهف ركزي معايا، انا بتكلم بجد دلوقتي. هتعملي ايه لو كريم ده رفض انه يعترف بيك او يخليكي تقعدي في البيت هنا؟ كده كل حاجة خططنا ليها هتبوظ. رهف كانت عمالة تدور في الشنطة على اللبانة التانية علشان تاكلها بدل اللي باظت، وردت ببرود وقالت لها: مفيش خطة هتبوظ ولا حاجة، احنا هنقعد هنا برضاهم او غصب عنهم، وحقنا يا اختي هناخده كده كده. وصدقيني خروجي من هنا مش هيحصل لو على رقبتي، فريحي راسك بقى. وفي المكتب تاني كريم بصدمة اتكلم وقال: انت بتقول ايه يا صخر؟ ابويا كان مخلف؟ ايوه يا كريم، وهو كان جاي لك ده قبل سابق وقبل ما يقابل وجه كريم، وانت لازم تبقى ليها السند والظهر هي وامها. ابقى السند والظهر لمين يا ولد عمي؟ ما تفوق كده واعرف زين انت بتقول ايه. انت خابر زين امي لو عرفت بالحديد ده ممكن يحصل لها ايه؟ دي ممكن تطب فيها ساكتة. لا، وكل ده علشان مين يعني؟ علشان اختك اللي من ابوك يا كريم. مالك كده؟ معقولة يا ولد عمي هترمي لحمك في الشارع بدل ما تلمه وتحافظ عليه؟ لا يا صخر، دي مش اختي، هرميها في الشارع، مالكش صالح بيه. ورفع كريم صباعه في وش صخر وقال له بتحدي: واوعى تكون فاكر علشان انت عمدة هنا كلامك هيمشي عليا. لا يا عمدة. صقر بص لصباعه ورد عليه بطريقة وقال:
بقى كده يا كريم؟ ماشي يا ولد عمي، بس خليك فاكر زين انك انت اللي اخترت. وفجأة وبصوت عالي بدأ ينادي صخر على الخدم اللي موجودين في الدار كلهم. يا ام سعد، يا ام خليل، حضروا اوضه علشان حدانا ضيوف، واي حد هنا هيدوس لهم على طرف هيبقى حسابه معايا اني عسير. وخرج صخر من المكتب وساب كريم مصدوم من ردة فعله، ووصلهم بنفسه الأوضة قريبة جدا من أوضته، وده صدم كل اللي موجودين في الدار. وصخر خبى موضوع إنها تبقى بنت عمه عن كل اللي في البيت، وكريم كمان ما حكاش أي حاجة لأمه أو لأخته. أما في الأوضة نور وهي بتطلع هدومها من الشنطة بتوتر. أنا قلقانة أوي يا رهف، صخر ده مش سهل خالص. سمعته وهو بيتكلم مع كريم، كريم رافض يعترف بأخته بس عشان هي من أم تانية وعايز يرميها في الشارع. معقولة في أخ بالقساوة دي؟ رهف وهي خارجة من الحمام وبعد ما غيرت هدومها كانت لابسة بورنوس، ردت عليها وقالت لها في ناس بالوحشة دي، انت اللي قلبك طيب بزيادة. فهمان يا نور؟ نور فهمت معنى كلامها وقامت أخدت هدوم علشان تدخل هي كمان الحمام. فهماكي، وربنا يستر من اللي احنا بنعمله ده لأن صخري مش سهل، انت ما تعرفوش زي. وسابتها ودخلت الحمام. أما في الدوار كانت الساعة تقريبا 4 الفجر. صخري كان قاعد في أوضته بيشتغل وبص في ساعته واتفاجئ إن الوقت اتأخر جدا وبقوا الفجر. قرر ينزل علشان يصلي، لكن اتفاجئ بصوت في المطبخ. كانت رهف لابسة شورت قصير قوي لونه اسود وباضي حمالات ورافعة شعرها بشكل عشوائي وبترقص بفرحة وبتغني بصوت عالي قوي. اتفاجئت وهي بتلف لقت صخر واقف وراها. اتكلمت بخضة وقالت: في ايه يا بني ادم انت؟ هو في حد يخض حد في الساعة دي بالشكل ده؟ وهو في حد يبقى جليل الحياة بالمنظر ده؟ هو انت فاكرة نفسك فين علشان تلبسي الخلاجات دي وتقفي في الوقت ده تترجصي للي رايح واللي جاي؟ رهف سابت الأكل اللي في إيديها واتكلمت بصوت عالي وبصبع مرفوع وقالت له: انت بتزعلي بالمنظر ده ليه يعني؟ انت فاكر نفسك مين؟ لا بقولك ايه، انا رهف القناوي يا حبيبي، فاهمني ولا لا؟ وفجأة رهف بدأت تصرخ بوجع. أول ما صخر دخل صوابعه كلها في فروة راسها شدها من شعرها وبعزم قوته كمان. وفجأة رهف بدأت تصرخ بوجع من شدة الألم. اتكلم بحزم وقال: واني كمان أبقى صخر الجناوي، فهماني يا بنت ماجدة؟ وانا برضك اللي هربيكي زين وعلمك الأدب يا عديمة الرباية. يلا نجري على أوضتك قدامي. وفلتت رهف من ايده، لكن كانت حاسة انها اتهنت منه قوي وكرامتها انجرحت. قربت ناحيته بعزم قوتها، ادته بالقلم على وشه عشان ترد كرامتها واعتبارها. اتكلمت بغل وقالت: وده برضو علشان يعرفك ان رهف القناوي عمرها ما تقبل بالإهانة يا ولد عمي. صخر بصلها بصدمة، وشه بدأ يبان عليه معالم الغضب. قرب منها وشدها من ايديها بغل وبدأ يضغط على ايديها جامد. اما هي بخوف: اوعى ايدك دي، انت بتشدني كده ليه؟ عارف لو ما بعدتش عني هصوت والم عليك البيت كله. اي الدراع هيتكسر يا بني ادم انت. وقبل ما تكمل كلامها صخر بدأ يلوي دراعها بالفعل بطريقة وجعتها وقال لها بغل: اليد اللي اتجرأت عليا واتمدت على صقر الجناوي دي لازم وحتما تتقطع، وبالفعل ده اللي هعمله دلوقتي. وفي عز ما رهف بتقاوم علشان تبعده عنها زقت حلة المية اللي على النار اندلقت عليها، وده اللي خلاها صرخت بعلو صوتها. وفي أوضة إنصاف كانت قاعدة زينة اللي تبقى أخت كريم الصغيرة، واللي كانت بتغسل وبتدعك رجل إنصاف زي ما هي متعودة، على أمل إن مرات عمها تحبها وتجوزها لصخر لأنها كانت بتحبه قوي. زينة بغيظ: وانت بقى يا مرات عمي رضيتي إن هو يجيب 2 مصروية يعيشوا ويانا في الدوار هنا وكمان ما نعرفش أصلهم من فصلهم؟ لو كلكم والبت اللي اسمها رهف دي كوم تاني عينيها تندب فيها رصاص وكأنها رايدة صخر. هقول ايه يا بنتي؟ ما انت خبرة زين صقر لما بيقرر حاجة محدش بيقدر يوقفه ولا يقف قصاده. بس انا عايزاكي ما تخافيش، انت هتبقي مرته واني واثقة من كده. ماشي يا مرات عمي، اما انزل بقى اشوف اي حاجة كلها علشان ما كلتش حاجة من الصبح. وفي المطبخ رهف كانت قاعدة على الارض ماسكة ايديها ودموعها نازلة على خدها. ابعد عني بقى يا اخي، انت ايه؟ صخر ما استحملش منظرها، قرب منها ومسك ايديها بخوف ولهف. اهدي يا رهف وقومي معايا نروح لاي دكتور. ابعد عني يا متخلف، انت هتعمل انك خايف عليا؟ ما هو انت السبب في اللي حصل. يا بوي على لسانك ده، انا ما عايزاش اتعارك وياكي. قومي يا رهف دلوقتي، ما تخلينيش اقطع لك لسانك بيدي واتجي شري. وقومي. اخبط راسك في اقرب حيطه ومش هقوم معاك،
حتى لو بموتي. ها؟ ماشي يا رهف، حسابي وياكي مش دلوكيت. انا هروح اجيب لك خلجات بدل الجرف اللي انت لابساه ده. وخرج صقر. خرج من المطبخ بسرعة وطلع على الأوضة يجيب لها عباية، وفعلا جاب لها الهدوم ولبسها لها وشالها وراح بيها على المستشفى. زينة كانت واقفة ومتابعة من بعيد وشافت كل اللي حصل. قلبها كان بيتقطع من جوه من كتر غيرتها وحبها على صقر. وفعلا أخدها صقر وراح بيها على المستشفى. وبعد ما اطمن عليها كانت رهف قاعدة على السرير بدموع من الوجع. صخر حط ايده على شعرها بخوف. خلاص بقى كفاياكي، انا ما كنتش اقصد كل ده هيحصل لك، انا اسف. رهف بصت له بعيونها اللي كانت بتحرك مشاعره جامد وقالت له باستغراب: اللي عينك بتقول انك خايف عليا بالرغم انك انت السبب في اللي انا فيه ده. صخر وهو بيحاول يتمالك اعصابه لانه مش فاهم ايه اللي بيحصله لما بيكون قريب منها قوي كده، رد وقال لها: عشان بجد خايف عليكي وما كنتش اقصد اي حاجة من اللي حصلت دي، وزعلان جوي كمان. انا هجرب اجيب العربية لحد هنا علشان ما تمشيش، وهجيلك طوالي. رهف حست بالصدق في كلامه من كل كلمة وحرف قالها، ولقت نفسها مسكت ايده بلهفة وقالت: لا ما تسيبنيش يا صخر لو سمحت. واتفاجئ بيها بتدمع بحزن. اتأثر قوي عليها من دموعها وقرب ايده بدأ يمسح دموعها من على خدها. ما تبكيش، هو الدواء ده مش عامل مفعول ولا ايه؟ وبعدين هو انت مش جوية؟ رهف في قمة ضعفها اترمت في حضنه بدموع. صخر كمان حاوطها بإيده وكان بيطبطب عليها لأنه ما كانش قادر يشوفها بالضعف ده برغم إنه ما يعرفش عنها حاجة، وكل ما عرفته بيها إن هي بنت عمه. رهف وهي مغمضة عينيها وهي في حضنه بتقول لنفسها: فيك إيه خلاني مطمنة في حضنك كده؟ معقول هنسى أنا جاية علشان إيه؟ وأحبك يا صخر. وبعد وقت قليل هديت رهف وأخدها صخر وشالها وحطها في العربية علشان يروحوا. وعدى تقريبا أسبوع. صخر كان مهتم جدا بأدوية رهف وبيديها في مواعيدها وملهوف عليها كمان، وكان منع أي حد في الدوار إنه يوجه لها حتى نص كلمة. وفي يوم صخر أخد رهف وكان مركبها وراه على الحصان. كانت رهف ماسكة فيه بخوف. صخر بابتسامة: مالك قلبك عمال ينبض كده ليه؟ لا تكوني خايفة إياك. بصراحة عارف آخر مرة ركبت فيها خيل وقعني ومن ساعتها كرهاهم كلهم. يمكن علشان ما كنتش وياك يا بنت عم ومش واخدك في حضني زي دلوكيت. عموما اطمني وانت معايا ما هيحصلكيش اي حاجة واصل. رهف سرحت فيه وفي عينيه وفي نظراته وفي كلامه اللي كانت بتطمن قلبها، وقالت له بابتسامة جميلة: انا واثقة فيك قوي يا صخر فوق ما تتخيل. وسندت راسها على كتفه وبدأ صخر يتحرك بالخيل وهي بتتفرج على مهاراته ورجولته الطاغية في كل تصرفاته معاه. وبعد ما أخدها في جولة كبيرة في البلد رجعوا وقعدوا يتغدوا كلهم مع بعض. وعلى السفرة زينة كانت قاعدة بتبص الرهف بكره شديد وبتقول: بقيتي بتخرجي دلوقتي كتير جوي، يا ترى بقى كنت فين النهاردة عاد؟ صخر بحزم وهو بيحط ايده على الترابيزة: كانت وياي. في حاجة مضايقاك يا بنت عمي؟ أنصاف اتكلمت بقلق وقالت: لا يا ولدي، بس البلد كلاتها بقت تتحدد عني، وخصوصا بقى إن القعدة طولت قوي. وفي الوقت ده قربت عزيزة أم كريم واللي تقريبا كانت في سن إنصاف بس ملامحها توحي بالشدة والغل. اتكلمت وقالت: ايوه، وكمان بيتمجلسوا علينا وبيقولوا ان العمدة بقى بيتصرف كيف العيال الطايشة وواخد عيلة مصروية بيلف بيها البلد. صخر قام من على السفرة وزق الكرسي بعزم قوته وقال لها بصوت عالي: اسمعي بقى يا مرات عمي، اللي قلتيه ده يطير في رجاب. علشانك ده انا هعمل حالي مطرش ما سمعتوش واصل، علشان لو سمعته هيبقى ليا تصرف تاني خالص. وبص لكريم وقال له: عجل امك يا كريم واختك وفهمهم اني مش هقبل بالحديد الماسخ ده ولا بتصرفات الحريم دي. وسابهم ودخل المكتب بتاعه. ورهف كمان اتسحبت من على السفرة ونور حصلتها. في اللحظة دي كريم وهو بيبص لأمه: وبعدها لك بقى يما، ليه عاوزة تولعي في الدوار؟ ما قلت لك ملكيش صالح بيها. لا، البت دي يا ولدي وراها حاجة، ومش بس هي وصاحبتها عينيهم يا ولدي ما تطمنش، جواهم غدر كبير قوي صدقني. قول لي يا كريم، انت خابر مين البت دي صح؟ وايه اللي جابها هنا؟ كريم سكت ومعرفش يرد عليها وخرج من البيت كله. اما بالليل في مكتب صخر دخلت له رهف زي ما طلب منها وكان بيغير لها على ايديها مكان التعوير
رهف كانت مكسوفة جدا منه ومن قربه ليها. كلمته وقالت: ما كانش في داعي يا صخر إنك تتعب نفسك، أنا كنت هعمله لنفسي. يا سلام، وأنا باجي رحت فين؟ قوليلي، حد ضايقك بالكلمة النهاردة؟ هي لا اطمن، محدش بيتعامل معايا إلا أنت ونور، بس أنا يعني كنت عايزة أطلب منك طلب. أنا عايزاك تقول لهم الحقيقة، وعايزة أخد ورث أبويا وأمشي، كفاية مشاكل لحد كده. ماشي يا بنت عمي، بس قوليلي هي مين نور وليه قاعدة معانا؟ ها؟ نور دي تبقى يعني صاحبتي، وجاية معايا من مصر علشان تاخد بالها مني. اشمعنى بتسأل السؤال ده دلوقتي؟ لا مفيش حاجة، ده مجرد سؤال. يلا روح ارتاح يا رهف، ولو حصل حاجة يبقى قوليلي. وقامت رهف من مكانها، بس اتفاجئت انه سابها وراح قعد على المكتب علشان يخلص شغل، وده خلاها تستغرب من ردة فعله القوي، وخرجت من الأوضة بس كانت قلقانة. صخر بص على الباب، وبعد ما اتأكد انها خرجت مسك التليفون وعمل مكالمة. صخر وهو بيتكلم في التليفون ملامح وشه باين عليها الحزن والغيظ. اتكلم وقال: طب ابعت لي بقى كل الورق اللي بتقول عليه ده، والصور كمان. متشكر يا احمد، تعبتك ويايا قوي. ومجرد ما قفل حط ايده على راسه بخنقة. اتكلم وقال: معقول بقى انت يا رهف يطلع منيكي كل ده؟ يا ريت تيجي تحكي لي كل حاجة، واني والله هسامحك، وساعتها هتجاوزك واخليكي ست الدوار ده كلياته. وللأسف بتعدي أيام، ورهف طول الوقت كانت حاسة من عيون صخر إن في حاجة هو عارفها وبيداريها. وفي يوم رهف كانت قاعدة بتفطر، اتفاجئت بنور اللي قربت منها وقالت: جرى ايه؟ بقالك أسبوع وانت متغيرة ومقضياها تسبيل مع اللي اسمه صخر ده، ونسيتي انت موجودة هنا ليه؟ تفتكري لو صخر عرف حقيقتي ممكن يسامحني؟ معقولة يا رهف حبتيه؟ بس ده ما كانش اتفقنا. وبعدين انت فاكرة لو صخر عرف انت تبقي مين وجاية هنا ليه هيسمي علينا؟ معرفش بقى. اوف، انا هطلع على اوضتي. وما تقلقيش، انا كلمت صخر وطلبت منه يقول للعيلة على الحقيقة علشان اخد ورثي وامشي. وبيمر اليوم على رهف بصعوبة وهي بتفكر في صخر، وخصوصا انه اتأخر جدا بره، وتقريبا على الساعة 2 بالليل. كانت واقفة مستنياه في الاسطبل بتاعه، واتفاجئت فعلا بيه ان هو جه. صخر باستغراب: ايه ده؟ انت واقفة هنيه بتعملي ايه يا حزينة؟ رهف قربت منه بزعل، خبطته على كتفه وردت وقالت له: خوفتني عليك على فكرة، وكنت واقفة هنا مستنياك. كنت فين يا صخر؟ هو انت كنت خايفة عليا ولا ايه؟ ليه قالولك ان عيل صغير؟ رهف قربت ناحيته وهي مكشرة: لا، قالولي ان بنت عمك ولازم اخاف عليك. صخر ضحك ضحكة باستهزاء واتكلم بنبرة اول مرة تسمعها: متوكدة انك بنت عمي يا دكتورة؟ رهف في اللحظة دي تقريبا حست ان كل ورقها اتكشف، واتوترت جدا وقالت بصوت مهزوز: انا لازم اطلع انام علشان الوقت اتأخر. لكنها قبل ما تخرج من الاسطبل لقت صخر بيمسك ايديها وبيقولها بعصبية: هتفضلي لحد متى بتخبي عليا؟ فاكرة ان كذبتك دي هتستخبى اياك؟ اني خابر من بدري قوي انك مش بنت عمي وما اسمكيش رهف اصلا. رهف غمضت عينيها بوجع ودموعها نزلت غصب عنها، وردت وقالت له: كويس انك عارف، سهلت عليا الطريق، لاني ما كنتش هعرف اقولك انا فعلا مش بنت عمك، بس انا مش كدابة ومش نصابة. صخر مسك ايديها وقربها ناحيته وقال لها بعيون فيها شك: ليه خبيتي عليا يا رهف وانت خبرة زين اني بحبك قوي، وكل مرة كنت بجرب منيكي كان بيبقى باين في عينيكي؟ ليه ما قلتيش الحقيقة؟ والله العظيم كنت عايزة اقولك بس خفت على ورثها. انا هفهمك على كل حاجة يا صخر، انا ما اسميش رهف، انا اسمي الحقيقي نور. انا ابقى جارة بنت عمك الروح بالروح، بنت عمك الحقيقية اللي اسمها رهف. وبعدت عنه شوية وبدأت تتكلم بوجع: انا امي وابويا ماتوا وانا صغيرة قوي، واللي وقف جنبي لحد ما دخلت كليتي ووقفت على رجلي يبقى عمك الله يرحمه، ومراته كمان. ولما مات عهدت نفسي ان اجيب حق بنته لانها ضعيفة الشخصية، ولو جت وسطيكم هتتاكل. وهي فين بقى بنت عمي دي؟ انا حاولت كتير ان اجيب لها اي صورة، بس هي ملهاش اي اساس من الوجود. انا عرفتك من ورقك وملفك اللي موجود في الكلية وفي المستشفى اللي بتشتغلي فيها يا دكتورة. معقولة يا عمدة دخلت عليك؟ بنت عمك كانت جنبك على طول في الدوار طول الوقت قدام عينيك. نور هي بنت عمك الحقيقية. دي بتتحدثي صح؟ بدلتوا لها سامي؟ الكلام ده صح يا رهف؟ رهف ايه بقى؟ ما خلاص انت فهمت اللي فيها. انا اسمي نور، ركز يا عمدة. وما تقلقش، رهف معاها شهادة ميلادها الأصلية وصورها مع باباها وكل حاجة. ده انا شكلي بقى وحش قوي. حطت ايديها على كتفه وقالت له برجاء:
بس انت وعدتني انك ترجع حق بنت عمك. صدقني رهف محتاجاكم جدا، وخصوصا ان والدتها تعبانة. وعلى فكرة هي ملهاش حد غيري، وكمان نفسها كريم ان هو يحتويها. صخر ابتسم ليها ووعدها ان هو يعرف العيلة على كل حاجة. وفعلا تاني يوم صخر عمل كده، بالرغم ان زينة وامها رفضوا تماما وجودها واخدوا بعضهم ورجعوا بيتهم القديم، الا ان كريم رحب بوجودها، وخصوصا انه كان حاسس فعلا انها اخته الحقيقية. وفي اوضة المكتب كريم وهو حاضن رهف الحقيقية وبيبوس راسها: حقك عليا يا قلب اخوكي، اني اسف وما تقلقيش، اني كلمت المحامي ومن بكرة هيعيد توزيع الورث من اول وجديد. رهف اللي كانت بتمثل انها نور اتكلمت بابتسامة وقالت: انا مش زعلانة، كفاية اني في حضنك، والله انا كان نفسي في الحضن ده من زمان. وسابته، وكانت لسه هتروح تحضن صخر وتشكره، بس لقت نور اللي كانت بتمثل انها رهف جابتها من شعرها: رايحة فين؟ انت تحضني الواد اللي هناك ده بس، غير كده هقطع رقبتك يا حلو، سامعة؟ وهنسى انك صاحبتي، مفهوم؟ ايوه بقى، اخيرا بقى عندك من الاحمر وبقيت تتغير عليا. وقعدوا كلهم يضحكوا على كسوف نور وحبها لصخر، واللي ما كانتش عارفة تداريه. وبعد فترة مش كبيرة، تقريبا شهر وشوية، العمدة عمل فرح قلب الصعيد كله وأعلن جوازه من اللي أثرت قلبه بجد، المهفوفة اللي قلبت حياته. وفي أوضة النوم بعد الفرح، نور اللي كانت بتمثل إنها رهف كانت لابسة فستان فرح وواقفة مكسوفة قوي. إيه يا صخر؟ أنت قفلت الباب ليه؟ هو في إيه بالظبط؟ الأوضة مكتومة، افتح الباب. صخر ضحك جامد على كسوفها وقلع الكوفية اللي على الجلابية، قرب منها وقال: واه، انت خايفة مني ولا ايه؟ جراية يا عروسة، تعالي جربي مني كده. نور جريت بسرعة وطلعت على السرير. اقرب منك ايه يا عينيا؟ بقولك ايه، انا كنت داخلة الدوار ده اجيب حق البت واخلع، انا ما كنتش عاملة حسابي على جواز بصراحة. لا، ما خلاص يا جطة، انت ربنا لبسك فيا، باجي عمرك وبقيتي مرتي، وقريب جوي كمان هتبقي ام عيالي. وطلع وراها على السرير. نور اتنهدت وسرحت في جمال عينيه اللي بتسحرها. كمل كلامه وقال لها: قلت ايه؟ وضحكت نور جامد وطفى صخر النور وراحوا لعالمهم الخاص وبدأوا حياتهم الزوجية. وعاشت نور معاهم في الصعيد بعد ما صخر خلاها تشتغل في المستشفى اللي هناك، وأخيرا بقوا عيلة واحدة بجد. وبكده تبقى خلصت قصتنا.